لو دايما ريحه حمامك وحشه مهما بتنظف ومش عارف الريحه ده جاي منين، تعالى اقول لك على معلومه مهمه جدا معظم الناس بتتجاهلها. الفيديو اللي فات اتكلمت عن اهميه عمود العمل في الصرف الصحي بتاعنا، وقلنا ان احنا بنستخدمه عشان نصرف الفضلات لغرف التفتيش. الفكره بقى دايما ان بيحصل راجع من ماسوره العمل لجوه الحمام وبتسبب في الروائح الكريهه، ودي نتيجه مثلا انك لو في الدور الاول او الثاني مثلا وفي عماره 5 6 ادوار، كل الناس يعتبر بتصرف عليك، وكل ما ارتفاع المبنى زاد الحاله بتسوء اكتر وبتسبب لك مشاكل اكتر. عشان كده دايما تلاقي القواعد بتاعتنا متصممه ان يفضل فيها ميه مستمره تحت في قاع، وبنستخدمه كحاجز مائي عشان خاطر يمنع بعض الروائح الكريهه اللي راجعه من ماسوره العمل. بس للاسف ما بيكونش كفايه، فبنعمل حاجه اسمها نفادي، ودي بتكون قطعه ماسوره سمكها اصغر شويه متركبه بزاويه ميل فوق عشان خاطر تصرف الروائح الكريهه برضه، وبنعملها عند كل دور عشان اضمن ان مفيش دور يصرف الروائح بتاعته على دور تاني. بس برضه للاسف ما بتكونش كفايه برضه، لان انت كده ببساطه خدت الروائح دي طلعتها من الحمام خليتها ما تخش على الحمام، بس سبتها في الجو برضه. يعني لو واحد فتح الشباك بتاعه هيخش له برضه روائح وحشه. فبنعمل حاجه تانية اسمها عمود النفس، ودي ماسوره فاضيه خالص بركبها مع النفاذ وبنمدها لغايه السطح فوق، ونراعي ان الماسوره دي تبقى اعلى من منسوب السطح بحوالي متر ونص تقريبا او متر 80، عشان برضه لو حد واقف في السطوح ما يشمش الريحه الوحشه دي. وكده ببساطه اي ريحه وحشه في كل دور موجوده هتطلع من النفاذ، وبعد كده تطلع على ماسوره النفس، وبعد كده تتسرب وتطلع على عمود النفس فوق المبنى خالص. فروح دلوقتي بص على الصرف بتاعك وشوف النفاذي موجود ولا لا، عمود النفس موجود ولا لا، وانت هتعرف ليه المشكله دي موجوده عندك بالظبط. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.